يلي بتقول انت زعلان ومتضايق والدنيا ضيقة عليك، بكرة تفرج. والله هتفرج وهتبقى عال. هتفرج لدرجة ان انت تقعد تستعجب، تقول ازاي اتفكت. ربك فوق هو اللي بيحسبها. مهما تقعد تدبر وتقول وتعيد، ربك فوق هو اللي بيحسبها. حسبة محسوبة بالملي، لا زيادة ولا نقصان، وهتاخد حقك بالملي، لا زيادة ولا نقصان. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد مع وصفة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص، عملنا البسكوت الفيديو اللي فات، والنهاردة بنعمل الكحك. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل اطعم كحك كلتوه بإذن الله. طريقته حلوة ومبسطة زي ما عودتكم دايما ان الطريقة تبقى مبسطة وحلوة. الحقيقة ان انا يعني الحمد لله الحمد لله، دي نعمة. على طول لازما تبقى على لساني واقول الحمد لله. هقول لكم بس كل حاجة بس عشان ما ننساش ونشوف احنا عملنا ايه واحنا بنتكلم كده. الفيديو النهاردة 10 دقايق وشوية، يعني هنقعد نتكلم مع بعض شوية حلوين. تعالوا يلا نشوف احنا عملنا الكحك الحلو ده ازاي. من الشرط اللي انت تعملي كيلو، اعملي نص كيلو، فرحي ولادك مهما يكون. بتستسهلي وتروحي تجيبي من بره. الحاجة البيتي حلوة والله، وبتبقي ضامنة كل حاجة. عايزة سكر خفيف بتعمليه، عايزة سكر كتير بتزودي، عايزة سمنة فلاحي بتحطي، عايزة ما انتش قادرة على سمنة فلاحي بتحطي سمنة نباتية. بس بتبقى عارفة برضو السمنة النباتية دي مصدرها ايه. مهما يكون انت بتشتريه جاهز بيبقى عامل ازاي، عمره ما يبقى زي ما انت بتعملي بايديك. تمام تمام. بصي يا ستي، هو طبيعي الحاجة المفهومة عند كل الناس ان كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنة. تمام تمام. بس انا ما عنديش ميزان. طيب يا مرو، انا هعملك النهارده كحك من غير ميزان، مظبوط بالشعرة، نقشة بصي على ما تفرق. دي جميل تحفة، مظبوط بالملي بالملي. وهقولك على كل حاجة تتحكمي فيه ازاي. يلا نخش. سمي الله، نصلي على النبي يا جماعة كده. صلي على النبي. طول ما احنا بنشوف غيرنا وبنتفرج على حاجة حتى لو بسطاكي عند غيرك، صلي على النبي. صلي على النبي يا جماعة وقولوا بسم الله ما شاء الله، وقولوا ربنا يديلها الصحة وتعمل. تمام. العين اللي بتبص دي كل ما تصلي على النبي وتقولي بسم الله ما شاء الله، كل ما تدعي لغيرك دعوة حلوة وتبصوله بصة حلوة، ربنا هيزيدك وهيديكي على قد ما انت بتدعي. انت عارفة ان انت لو دعيتي لحد دعوة حلوة الملائكة بتقولك ولك بالمثل. فانت كل ما تبصي عليا وتدعي لي دعوة حلوة او تبصي لي بصة حلوة وانت بتتفرجي على الفيديو، ربنا سبحانه وتعالى هيقولك ولك بالمثل. تمام تمام. بص بقى، انا عملت كيلو دقيق. انا كنت هعمل 2 كيلو بس بصراحة ما لقيتش السمنة اللي عندي، يعني قدحت سمنة على قد كيلو. انا هعمل كحك على البرد النهارده. يعني ايه يا مروه كحك على البرد؟ يعني كحك ما يلهلبش على القلب، ما يبقاش تقيل، مهما تاكلي منه على قد ما هو سمنه ودقيق خفيف وحلو. تمام تمام. عملت فيه ايه بقى الكحك ده؟ انا الصبح قدحت نص كيلو سمنه. يعني ايه قدحت؟ يعني تحطيه على النار في حله في اي حاجه وتسيبيه يتقدح على الهادي، يعني يغلي. متاكدي اللي هو يغلي، تقومي رافعاه من على النار وسايباه يبرد. بعد ما يبرد تحطيه في التلاجة. ما انتش عايزه والجو لسه برد عندك، سيبيه على الرخامه جنب منك. وده اللي انا عملته. تمام تمام. طب انا بقى دلوقتي عملته وفي نفس الوقت عملت طعم الأضحية بتاعه الكحك بتاع زمان اللي احنا بنحبه. عملت ايه؟ انا جبت كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه، زي ما احنا متعارفين هنتكلم في موضوع السمنه ده كمان شويه، عشان برضو لو ما عندكيش ميزان تعرفوا تظبطي السمنه ازاي. وجبت ونقصت على نص كيلو السمنه ده نص كوبايه، حطيتها على البوتاجاز. تمام. وحطيت عليها 3 معالق السمسم. ما انتش عايزه سمسم وما بتحبوش في الكحك،
مش مهم ما تحطيش ولا تعملي الخطوه دي، انت كده كده قادحه عليه وعاملاه على البارد، فكده كده مية مية. ابتديت بقى اللي انا بسه دقيق مع سمنه بس مع ريحه الكحك. مفيش عندك ريحه كحك حطي معلقتين فانيليا. وابتديت اللي انا بسه بس بقى بصي بسي على قد ما تقدري. تعبتي 10 دقايق 20 دقيقة، انا قعدت ابس فيه شوية كتار وارتحت شوية، رجعت ابس فيه تاني. اهم حاجة واهم خطوة بسة العجين اللي هو الدقيق مع السمنة في اول العجينة خالص، دي اهم حاجة في الكحك. ضمن الكحك يبقى معاكي مظبوط وناعم وحلو، ماسك نفسه مظبوط وناعم، تبسيه البسه اللي انا بقولك عليها. بعد ما يتبس بسه كويسه وتقعدي تبسي فيه بقولك نص ساعه، تقومي انت جايبه ايه بقى؟ صلى على النبي الصلاه والسلام. تقومي رايحه جايبه اي طبق جنب منك، حطي فيه ربع كوبايه لبن بس عشان يستحمل معاكي. لو قعد مده طويله معاكي اللبن ملوش روح، ما بتحط في العجين لازم العجين اللي اتعمل باللبن يخلص بسرعه، فانت ما تكتريش في اللبن. حطي بس ربع كوبايه حلوه قوي على كيلو الدقيق، وحطي نص معلقه خميره، ربع معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه ملح، معلقتين سكر. دوبي دول كلهم في بعض. عايزه تحطي فانيليا حطي فانيليا، بس احنا كده كده حاطين ريحه ريحه الكحك. وابتدي احطها على العجينه وانا بقى الخطوه الاولانيه اللي انا عملتها هو بسسان العجين، هو ده بس الكحك. اللي بعده بقى انا بلم في العجين. ابتديت اللي انا اعجنه بدول بس بالربع كوبايه لبن، على نص خميره، على ربع بيكنج باودر، على ذرة الملح، على معلقتين السكر، وقلبت ده كله ببعضه وعجنته عجنه كويسه. بس انا ما بعجنوش، يعني الخطوه دي ما بعجنش، انا بخفي المكونات في قلب العجين. واضح لحد كده؟ وسهل جدا ومفيش اسهل من كده. هجيب نص كوبايه ميه او 3/4 كوبايه ميه. كل ما تزودي في الميه في العجين معلومه ليكي، العجينه بتبقى معاكي طريه ما بتشققش وانتي بتشكليها. تحفه تحفه تحفه. بتضمني كحك حلو، لا هو دايب ولا هو ناشف، كحك مظبوط بالملي. الكحك اللي بالناس كلها فاكراه ان الكحك المظبوط الكويس بيبقى حلو عشان بيبقى سمنته مظبوطه، لا، الكحك المظبوط الكويس سوائله تبقى مظبوطه. يعني ايه يا مروه سوائله مظبوطه؟ يعني انت تحطه فيه كميه ميه مظبوطه. الميه اللي هي اللي بتظبط الكحك، مش السمنه والدقيق ابدا، هما اللي يظبطوا الكحك. مهمين وكل حاجه، بس معروفه نص كيلو السمنه بياخد كيلو دقيق، لكن الميه 3/4 كوبايه الميه اللي في الاخر بتظبط لك العجينه وبتخليها زي ما انت شايفه كده العجينه طريه في ايدي. جهزي بقى اي حشوه عندك. كان عندي ملبن جهزته. بتجهزي الملبن ازاي يا مروه؟ احط معلقتين سمنه او معلقه سمنه واعجن بيه الملبن واكوره واحشي بيه. كان عندي عين جمل حشيت بيه مع الملبن. كان عندي عجوه ما عملتهاش في اليوم ده لان انا كنت ناويه ان انا اعمل 2 كيلو، قلت بكره هكمل هقدح كمان نص كيلو لازم يتقدح ويبرد. ده نجاح الكحك الحلو. ربنا يقدرنا ونعمل كل حاجة حلوة لولادنا. أنا لو كان بيقولولي يعني زمان بقى، لو كان بيقولولي ان انا هعيش العيشة اللي انا عايشاها دي دلوقتي، انا كنت بقول لهم لا انتوا كذابين. يعني الحمد لله. خلي ثقتكم في ربنا اعلى من اي حاجة. قولوا يا رب. لو ضيقت الدنيا عليكم قولوا يا رب. لما انتوش عارفين تعيشوا قولوا يا رب. ربنا قادر يطلعك من خرم ابره. شفت خرم الابره قد ايه؟ ربنا قادر يطلعك منه. طب ما احنا بندعي صف النيه. عارفه اللي كلكم بتدعوا وكلكم كويسين وكلكم بتتقوا ربنا، بس صفوا النيه. اتمنوا الخير لغيركم زي ما بتتمنوا لنفسكم. اللي انت لو قاعده تتكلمي على غيرك ده مش احسن منك عشان تقعدي تتكلمي عليه؟ ماهوش يعني ليه تستني ما ياخد منك حاجة من حقك؟ ايوه، حسناتك دي من حقك انتي، وقوفك قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول انا عايزه اقتص منها كل كلمة طلعتها من لسانها
حق يا ستي ومحقوقة قوي ولك حق، قول يا رب. ربنا قادر يبدل احوالك، ربنا قادر يعوضك في حاجة احلى واحسن. دي كانت وصفة النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وسلام عليكم.